ريم البارودي. جميله، اكتشاف. دي كانت اكتشاف في المسلسل ده، اكتشاف. انا عن نفسي بالنسبه لي اكتشاف. كايه؟ اكتشاف في الكواليس، دمها خفيف بشكل رهيب وما بتمثلش. انا بحب البنت اللي ما بتمثلش، ما بحبش البنت اللي ليها تون صوت اللي هو هاي ازيك يا اميره عامل ايه بجد انت ما بحبش كده. بحب احس البنت اللي قدامي متضايقه بيبان من تون صوتها، فرحانه يبان من طريقتها، بتعاكس. يعني ريم بتضحكني والله العظيم. ريم ممكن تعاكس علني كده. يعني طبيعيه ومجنونه، تصرفاتها مجنونه، فانا احب اقعد اتفرج عليها. شوف كل ده بقى وممثله شاطره. امال ليه اتخانقتوا؟ احنا؟ لا ما اتخانقناش. الجرايد كده بنت الخليج. فضلت تاكد ان مفيش خلافات، وامير مصر مش عارف بيهدي النفوس ولا ايه، ما علينا. اجمل حاجه هي قالتها اللي تقول لك هي يعني مش من نوعيه اللي هو بيقولوا ايه هاي ازيك يا مش عارف ايه. دي طبيعه ريم على فكره. يعني ريم لما بكلمها ساعات في حاجات كده ممكن لو انا بتخانق على الناصيه تيجي. يعني انت معانا يا ريم في اللي احنا بنقوله ده ولا ايه؟ ازاي؟ راجل، انا بقيت راجل يعني خلاص. لا في التعاملات عفوا يعني. عامله ايه؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. مالك في جوله مكوكيه كده، لندن دبي، انا بقالي مده مش عارفه اقفشك جوه مصر. شرم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي من كل شر. خليها على الله. بقول لك ايه، هو اصلا كان في حاجه بينك وبين مي؟ لا ما فيش اي حاجه خالص، ولكن طبيعه البرنامج عملوا في الاول كده مش عارفه برومو، يعني نزلوا صوره مي مكتوب هتعرف الحلقه الجايه ايه الخلافات اللي ما بين مي عز الدين وريم البارودي، فممكن يكون جذب المشاهده يعني او حاجه. ولكن اصلا ما فيش موضوع يعني خالص نهائي. يعني انا مش لاقي كلام اصلا كمان يا احمد اقوله بعد ما ست البنات قالت الكلام ده، لان هي ست البنات فعلا يعني. واللي بيني وبين مي يعني مش موضوع بقى ان احنا عشان طالعه دلوقتي فبتكلم في التلفزيون او هي بتتكلم، لا احنا بنحب بعض فعلا واتبسطنا جدا جدا في الشغل مع بعض، ولو جالنا شغل تاني اكيد هنشتغل، لانها من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتحب شغلها، واحنا فينا انا وهي كتير قوي من بعض. بقول لك والنبي انا اتفزلكت من شويه كده وعملت فيها اعلامي وقلت ان انت عارفه ان انا مش اعلامي طبعا يعني. لا العفو العفو. هكمل لك. طيب قلت ان مسلسل الشك مشكلته ان كم الممثلين اللي فيه، انه يتضفر كتابه وان مخرج يقدر يعمل البالانس ده بين الاسامي المتوازيه كلها، كان موضوع في منتهى الصعوبه. رايك ايه؟ مظبوط. والله كان في اولا استاذ محمود شميس القائم الاول على العمل مع المايسترو المخرج استاذ محمد النقلي مع استاذ احمد ابو زيد، المثلث الرعب دوت هم اللي قدروا يعملوا كل حاجه. قدروا يجمعوا الكاست ده كله مع بعض، يبقى في شباب، في اساتذه كبار فوقينا. عايزه اقول لك والله العظيم يا احمد وانت عارفني يعني من احلى البلاتوهات اللي انا اشتغلت فيها في حياتي، لان كله داخل وهو راضي، كله داخل وهو عارف الورق عنده، الشخصيه اللي بيلعبها مش متفاجئ، عارف هو هيتحط ازاي، عارف هيتقدر ازاي، وده مهم انك انت تخش تشتغل وانت مبسوط. ما اعتقدش ان ممكن الشكل يتعمل تاني. يعني يتعمل بالشكل ده. ريم انت ايه الجديد عندك؟ والمفاجاه بالنسبه لي في الوقت اللي فات ده في الشغلانه بتاعتنا احنا دي اللي هي بتاعت المذيعين وكده، ان انا فوجئت ان انت من اعلى الاجور اللي ممكن تتاخد في الحلقه لو فكرتي في برنامج. فاحكي لي كده انت بكره في ايه عندك؟ يعني داخله مسلسلات ايه وبرامج ايه، عشان بفكر اليومين اللي جايين دول اقعد في البيت اغسل المواعين. العفو. طب ماشي، انت بتتريق عليا؟ لا يعني والله انا اصلا المفاجاه كانت بالنسبه لي والنبي عشان خاطر الضرايب. لا دلوقتي سامعانا، ما هو لسه بقول لك ايه، نسبه مشاهده الناس بتتفرج عليه، ما تدخلنيش انا بشجره. طيب بالراحه، هو البرنامج لسه ما اتنفذش بس انا لا اتفضلي. هو انا كان عندي فكره برنامج، اتقدمت لي فكره برنامج ولكن اعتذرت عنه عشان حصلت لخبطه عندي في البرنامج اللي انا هبتدي اشتغل فيه ان شاء الله. عندي فيلم مع استاذ احمد السبكي، هم دخلوا صوروا اسمه سالم ابو اخته، بطوله محمد رجب وحوريه فرغلي وايتن عامر ومحمد شقنقي، هم دخلوا صوروا وانا ان شاء الله هبتدي معاهم يوم السبت الجاي، ده اول يوم ليا في الفيلم ان شاء الله. وعندي اكتر من عمل تلفزيوني كده لسه بقراه، بس ما استقريتش على حاجه وما تهيأليش ان انا هستقر من الورق اللي عندي ده حاليا
على حاجه يعني. طيب ممكن بالنسبه للبرنامج كان نفسي ابقى يعني زميله ليك وابقى مذيعه، بس رجعت خطوتين لورا. السنه الجايه بقى ان شاء الله. ان شاء الله. اسالك سؤال اخير دمه تقيل؟ لا ارجوك. لا والله لا. انا اموت في الاسئله لما دمي تقيل. انت ليه بعد في وقت من الاوقات ما وصلتي لفورمه في الخسسان وحاجات زي كده، في الشك لقيتك زايده عن الشكل اللي كنت فيه قبليها؟ يعني انا عايز اعرف، انت داخله على مسلسل، يا ترى كان شكل اللي هو انت عندك عيال وزوجه ولبس في وقت من الاوقات الحجاب، وبعدها المفارقه اللي حصلت انك قلعت الحجاب، كان يتطلب ان انت تباني انك مش بنوته صغيره فسنه التخن دي، ولا غصب عنك بصراحه وما تكذبيش؟ مش هقول لك، مش همثل عليك بس عشان على الهواء. مش همثل عليك واقول لك انه تطلب ان انا ادخل للدور، ولكن انا سبت نفسي لان هي كانت لسه والده التوأم، ودي امراه مغلوبه على امرها بلا شخصيه بلا اي حاجه. دي لبست الحجاب عشان خاطر جوزها، يعني ما لبستوش عن اقتناع شخصي. انت فاهم؟ فانا سبت شكلي كده، بس اوعدك ان شاء الله هتشوف ستايل جديد وفي شكل جديد ان شاء الله يبقى في 2014 غير خالص المتعارف عليه حتى في ادواري، عشان تبقى عارف يعني. اشكرك يا ريم جدا، وسخاني كده عشان تنورينا قريب على الهوا. بنحب دايما تكوني موجوده معانا، والملقبه بفيرجينيا.